تعالوا نرجع كده خطوة ونفهم أصلا إزاي بنحس بالتعب. طول ما احنا صاحيين وطول ما احنا بنشتغل وبنتحرك، جسمنا بيبتدي يكسر حاجة اسمها ATP، وبينتج في الآخر خالص كده حاجة اسمها أدينوزين. الأدينوزين ده مركب اللي بيروح يمسك في حاجة اسمها ريسبتور، يعني مستقبلات موجودة في العقل بتاعنا في البرين بتاعنا، ويبتدي لما يمسك في المستقبلات بتاعته دي يدي إشارات إن احنا تعبانين. فكل ما الأدينوزين كان موجود كتير في الدم، كل ما هيمسك في المستقبلات بتاعته أكتر، كل ما هيدينا إحساس أكتر بالتعب، وبالتالي الجسم بيرد ازاي ان هو يبتدي يقعد ويريح. فده ميكانيزم ربنا خلقه لنا علشان يحمينا من الارهاق الزائد او المجهود الزياده قوي. لما نحس شويه تعب كده نريح، فده يحافظ على جسمنا. زي العربيه لما بيبقى فيها مؤشرات تقول لك العربيه سخنه مثلا، او الزيت قل، المؤشرات دي كلها بتدي لك انذارات علشان تخلي بالك وتحافظ على العربيه. ربنا خلق لنا الانذارات دي علشان نخلي بالنا ونحافظ على جسمنا. طيب، هل دي حاجه وحشه؟ في الحقيقه لا. طيب، القهوة بقى بتعمل ايه في القصة دي؟ القهوة بتروح على المستقبلات بتاعة الأدينوزين وتقفلها. فالأدينوزين يجي يحاول يمسك في المستقبل بتاعه في الريسبتور بتاعه، يلاقيه مقفول، بلوكد، وبالتالي ما يعرفش يمسك في المستقبل، ما يعرفش يمسك في الريسبتور، ما يعرفش يطلع إشارة إن احنا تعبانين. فده اللي بيخلي القهوة تدينا إحساس بالطاقة، من خلال إن هي بتبلوك، بتقفل المستقبلات بتاعة الأدينوزين.